need to know that I have done one thing right with my life. فيلم النهاردة واحد من أعظم الأفلام اللي اتكلمت عن السمنة وإزاي السمنة دي عبارة عن سجن للإنسان المريض بيها، والفيلم ده 100% هيأثر على نفسيتك وهيديك حافز يا صديقي. وصدقني اول ما تخلص الفيلم هتبدا على طول انك تخس. بيبدا الفيلم مع شارلي واللي بيدي دروس اونلاين على النت، وبنلاحظ ان شارلي دايما بيكون قافل الكاميرا بتاعته علشان محدش يشوفه ويتنمر عليه. ولما واحد من الطلاب بيساله ليه مش بتظهر قدام الكاميرا بيقول لهم ان الكاميرا بتاعتي عطلانه. بعد كده بنشوف شارلي وهو مش قادر يقوم من على الكرسي بسبب وزنه الزايد جدا ودايما بيحس بضيق في التنفس. وبعد كده بيبدا شارلي يقرا في مقاله علشان تهديه، بس في الوقت ده حد بيخبط على الباب وهو بيقراها فملحقش انه يكملها وقلبه بدا يوجعه اكتر. فاداها اللي دخل علشان يقراها له علشان يهدى، وطلب منه يقعد معاه شويه لحد ما يهدى ويرتاح. واللي دخل ده كان اسمه توماس وهو واحد من المبشرين في الكنيسه. فبيساله هنا ايه الورقه اللي انت خليتني اقراها لك دي؟ فبيقول له شارلي انا دكتور جامعي ودي مقاله بقراها لما بحس اني قربت اموت لان لها ذكرى حلوه معايا. وبعد شويه بتيجي الممرضه ليز بتاعه شارلي، ولما شافت حالته قالت له كنت المفروض تتصل بالمستشفى لانك كنت هتموت فعلا، بس هو مش بيتصل بيها علشان ما عندوش تأمين ومش معاه فلوس. وهنا ليز بتقول له ان ضغط دمه عالي جدا عن المعتاد وعنده صوت صفير كمان في الرئتين، لكن هو ما حطش في باله. وبنلاحظ هنا ان توماس كان قاعد مستغرب جدا من حالته دي. وبعدها شارلي بيطلب من ليز انها تساعده في دخول الحمام، فبيعرض توماس المساعده فبتبص له الممرضه بصه كده فبيقعد تاني. وبعد معاناه قام شارلي في الاخر ودخل الحمام. وتوماس ده مبشر تبع كنيسه اسمها نيو لايف، وهي نفس الكنيسه اللي تسببت في قتل زميل شارلي، وقالت له يمشي وما عادش يجي هنا تاني لان شارلي مش محتاج للتبشير بتاعه لانه خلال اسبوع اصلا هيموت ومش هيعيش اكتر من اسبوع. ولما شارلي خرج ليز بتقول له انه عنده فشل احتقاني في القلب ولو ما راحش المستشفى هيموت خلال الاسبوع الجاي. وفضلت تقنعه بس هو ما كانش راضي عشان مش عاوز يكون مديون لحد. وجه ميعاد الاكل وكان بياكل بشراهه شديده جدا وكميات اكل كبيره. وبعد كده بنلاحظ انه قام من على الكنبه بصعوبه وفضل ماشي بصعوبه علشان يوصل للسرير. وبعد معاناه كبيره جدا بيوصل شارلي للسرير بتاعه وبينام. وتاني يوم دخل على النت وبدا يقرا عن فشل القلب الاحتقاني وضغط الدم اللي عنده، واكتشف انه في المرحله النهائيه وانه لازم يتصل بالرقم ده 911 لانه وصل للمرحله الحرجه. فاتضايق من كده وبدل ما يتصل بالرقم طلع شوكولاتات ياكلها. وبعد كده اتصل ببنته تيجي تشوفه لما عرف انه قرب يموت، وده لانه ما شافهاش من وقت طويل جدا من يوم ما سابته. وبعد كده بيقوم شارلي يحلق دقنه وياخد شاور علشان بنته هتيجي تزوره وعاوز يظهر لها بشكل كويس لانها بتتنمر عليه. وبنلاحظ انه على طول بيمشي بصعوبه عشان كده بيكون معلق سلاسل حديد في السقف علشان تساعده وهو بيمشي. ولما بنته وصلت عنده وشافته استغربت من حجمه وفضلت تهينه وتتنمر عليه لانها كانت بتكرهه لانه سابها هي وامها من وهي صغيره، وهو كان عمال يكلمها حلو وبيحاول يمتص غضبها، لكن كانت بتصده وبتقول له انا عمري ما حسيت انك ابويا وانا مش عاوز اقعد معاك خالص. وكانت هتسيبه وتمشي فبيقول لها انا هديكي فلوس بس اقعدي معايا شويه وكمان هساعدك في مذاكرتك انا مدرس جامعي. فبتقول له هم ازاي بيشوفوك كده وبيسمعوك؟ فبيقول لها انا قافل الكاميرا على طول. وبعد كده بتطلع له الواجبات بتاعتها وبتقول له يحلها، والواجبات دي كانت عباره على انها تكتب مقاله. وبعد كده راحت بنته عند الباب وقالت له قوم امشي لحد عندي هنا، لسه رايح ياخد المشايه علشان تساعده في المشي. قامت بنته خدتها وبعدتها عنه وقالت له قوم امشي من غيرها. حاول انه يقوم اكتر من مره بس ما كانش قادر خالص لدرجه انه ميل على جنبه ووقع ومش قادر يتحرك من على الكنبه خالص. سابته ومشيت وهو قاعد بيتنفس بصعوبه. بعد كده بيجي بتاع البيتزا فقال له سيبها بره والفلوس في صندوق البريد ياخدها ويمشي. وساله انت بخير ولا لا؟ قال له انا بخير. وبيكون مبسوط شارلي جدا ان في حد بيطمن عليه. ولما بتاع البيتزا مشي شارلي طلع وخدها. وبعد كده بتروح له الممرضه ليز اللي هي برضه صديقته وبتجيب له جهاز بيقيس له ضغط الدم وبينبهه لو ضغط دمه رفع زياده عن اللزوم انه يهدي نفسه علشان ما يوصلش لمرحله حرجه. ولما شافت ليز الواجب بتاع بنته زعلت منه وقالت له ما ينفعش بنته تكون قريبه منه الفتره دي بالذات، بس هو بيعمل كده لانه حاسس انه هيموت قريب وعاوزها تكون جنبه. والجهاز بدأ صوته يعلى اكتر ففصله ورماه وقال لها مش عاوزه. ففضلت تهديه وتقول له ما يخليهاش تيجي هنا تاني. فاقتنع في الاخر وخد منها الاكل علشان ياكل. وفجأة وهو بياكل الاكل وقف في زوره لكنها ما خدتش بالها لان ظهرها كان ليه، بس اخدت بالها في اخر لحظة وحاولت تنقذه وبالفعل انقذته في الاخر. فقعد يعتذر لها ويشكرها وقال لها انه بقى بخير. وهي كانت متضايقة جدا من الحالة اللي وصل لها واديته الاكل من تاني علشان يكمل غداه. وتاني يوم بعد ما خلص المحاضرة بتاعته قام عشان يجيب مفتاح الأوضة فوقع منه على الارض. حاول يجيبه بالملقاط ما عرفش. تاني يوم بنته بتجيله علشان تاخد المقالة اللي كتبها لها وبيحاولوا انه يتناقش معاه في المقالة، فقالت له انها مش مهتمة وان هي هنا علشان الفلوس ويحل لها الواجب بس مش اكتر. فقال لها الفلوس امر مفروغ منه وكده كده هتاخديها، انما انا حابب اننا نتواصل تاني مع بعض لكن انا مش هجبرك على ده. بعدها بتشوف صورة قديمة ليه وكان الى حد ما عادي وكان معاه الواد زميله اللي هرب معاه. فبتسأله انت ليه بقيت بالشكل ده؟
فبيقول لها ان واحد عزيز عليا قوي توفى، وده السبب في ان انا وصلت لكده، والواحد ده بيكون زميله اللي هرب معاه وسابها هي ومامتها وهي لسه طفله. فبتقول له مات ازاي؟ قال لها انا مش حابب اتكلم في الموضوع ده، وقال لها كمان انا هكتب لك مقاله المدرسه مقابل انها تكتب له كمان مقاله وتكتب فيها اللي هي عايزاه، اي حاجه مش هتفرق، الاهم انها تكون صادقه من جواها. وقال لها ثواني هقوم اعمل حاجه واجي، وهي بتبدا تتابع وهو داخل الحمام وقعد يعيط، وبعدها الباب بيخبط وبنته بتفتح لقت المبشر، ولما قالت له انها بنته استغرب لانه ما كانش يعرف بكده، وقعدوا يتكلموا مع بعض شويه، وبعدها قالت له انها ماشيه دلوقتي، وخدت له صورتين وقالت له يجي بكره في نفس الميعاد، وانها اسمها ايلي وهو اسمه توماس، وقالت لتشارلي انه يكمل لها الواجب بتاعها، وبتسيبهم وبتمشي. وهنا توماس بيتكلم مع تشارلي بخصوص الانجيل والتبشير ونهايه العالم وكده، وكل حاجه وحشه في الدنيا هتبقى حاجه حلوه والشر هينتهي وكده يعني. تشارلي بيقول له انا عارف الكلام ده كله، وانه قرا كل اللي نيو لايف كتبته، وانه قرا الانجيل نفسه اكتر من مره، ومن كلامه بنعرف ان هو ملحد، وانه متشكر جدا على انقاذه ليه ساعتها، بس هو مش مهتم باللي هو هيقوله. فتوماس بيقول له انه واثق ان الرب بعته هنا لسبب ما، فقول لي ممكن اساعدك في ايه وانا مش هتاخر. قال له في حاجه واحده بس ممكن تساعدني فيها. فالواد بيقلق منه، فقال له ما تقلقش ما بفكرش فيك بالشكل ده. فتوماس اعتذر له وقال له ممكن اساعدك في ايه؟ قال له قول لي بصراحه انت شايفني مثير للاشمئزاز؟ قال له انا عاوز اساعدك فعلا، مش حاجه خيريه يعني وكده. فقال له يساعده انه يجيب المفتاح اللي وقع منه وما عرفش يجيبه، وفتح له بيه الاوضه وقال له شكرا ممكن تستنى بره. وهنا ليز دخلت وزعقت لتوماس وقالت له ايه اللي جابك هنا تاني، وبتطرده بره، ولكن بعدها بتقول له استنى عايزاك في كلمتين كده. وجابت لتشارلي كرسي مخصص لاصحاب السمنه المفرطه من المستشفى عندها، كانوا جايبينه لمريض سمنه لكن مات قبل ما يستخدمه. وقعد تشارلي على الكرسي وكان مبسوط بيه جدا لانه هيعرف يتحرك ولو بسيط براحته. وخدت توماس بره وقالت له يبعد عن تشارلي في الوقت ده لانه مش محتاج تبشير. قال لها بالعكس هو هيموت قريب جدا، وده احسن وقت ان الرب يكون موجود جنبه. قالت له ان اخوها كان مبشر وكان له اسم ومكانه كبيره جدا، وابوها كمان بيكون رئيس مجلس اداره كنيسه نيو لايف، ولما اخوها رفض يتجوز من بنت كان ابوها مختارها له، وقال له ان هو بيحب واحد وهيكمل حياته معاه، طرده من الكنيسه ومن البيت، وامتنع عن الاكل والشرب علشان الرب ينقذه ويخلي ابوه يرضى عنه تاني. بس لقوه ميت على الشاطئ بعد ما انتحر من فوق الجسر، وان اخوها ده هو الزميل بتاع شارلي. وبعد كده زعقت له وقالت له يمشي وما يجيش هنا تاني. وجيت شارلي وهي عماله تزعق له وقال لها تسيبه. وبعد ما توماس وليز مشوا فتح الاوضه اللي توماس جاب له مفتاحها، قعد يشم في هواها شويه وقفلها تاني. بعد كده بتاع البيتزا كان بيخبط عليه قال له يسيبها بره والفلوس في البريد كالعاده، لكن رد عليه وقال له انه اسمه دان وبيجي له كتير وعاوز يتعرف عليه. فقال له انا شارلي. قال له تمام ليله سعيده واتمنى اشوفك الليله الجايه. وشارلي كان مبسوط ان في حد ما يعرفوش وبيسال عليه. وخلص اكله وراح يشوف بنته كتبت له ايه، لقاها كتبت ان الشقه ريحتها وحشه وان اللاب بتاعه قديم جدا وانها بتكره الناس كلها. فاتبسط وفرح انها كتبت كل اللي جواها. وفجاه النوبه جات له تاني فقرر يقرا المقاله اللي بتهديه. والمقاله دي بالمناسبه كانت عن موبي ديك وفوائده للحب، وانها الى حد ما بتفكره بنفسه. بنته وصلت وسالته خلصت المقاله؟ قال لها قربت اخلصها واقعدي شويه وكملي كتابه في المذكره اللي اديتها ليكي واكتبي فيها كل اللي نفسك فيه. فشدتها منه وبدات تكتب علشان تخلص من كلامه. قال لها اتمنى اشوفك سعيده واوعي تكرهي العالم بسببي. فقالت له ان هو السبب في اللي هي فيه حاليا لانه سابها لما كانت طفله ودلوقتي عاوز يكون ابوها. وزعقت له وقالت له لو فاكر ان الدنيا كده تمام يبقى بيضحك على نفسه. بعد كده هديت وقعدت على الكرسي وقالت له ان هي كان نفسها ابوها يكون جزء من حياتها. قال لها عندك حق وبصي لي كده وقولي لي مين في العالم يتمنى ان اكون جزء من حياته. بعد كده قامت علشان تعمل لهم اكل، وشارلي بقى مبسوط علشان قدر يتواصل معاها. لكننا بنلاحظ في نفس الوقت انها كانت راشقه السكينه في ترابيزه المطبخ. وبعد ما نام شربت حشيش ولفت في الشقه ودخلت اوضته وشافتها وكانت مقرفه جدا. وفتحت الاوضه التانيه لقيتها منظمه ونظيفه جدا. وهنا الباب خبط وكان توماس جاي علشان يشوف شارلي. فشدته على جوه وقالت له انها حطت له حبيتين منوم علشان يعرفوا يقعدوا سوا. فقال لها ان هو ماشي. فقالت له ان هي لسه معاها 32 حبايه، لو مشي هتطحنهم وتحطهم في ميه وتشربهم له علشان يموت في الحال. فسمع كلامها وقعد وقالت له يشرب معاها والا هتتصل على الشرطه وتقول لهم ان هو بيتهجم عليها وبيحاول يغتصبها. فبدا يشرب معاها، بس بعد كده قالت له ان هي كانت بتهزر معاه وانها مش هتعمل حاجه. فسالها طب بتيجي هنا ليه طالما بتكرهيه؟ فقالت له يبطل كلام ويشرب وهو ساكت. وفعلا فضل يكمل شرب وهي كمان كانت بتصوره وهو بيشرب. وفضلوا يتكلموا سوا وقال لها انه كان اصلا بيشرب قبل كده بس بطل. وفي وسط الكلام قالت له على فكره انت مش من كنيسه نيو لايف، وان في واحد صاحبها شغال هناك، وان هم اصلا بطلوا زيارات للبيوت من سنه. فلما عرف ان هو اتكشف طلع يجري وطلعت جري وراه. وقالت له انها بس عاوزه تعرف الحقيقه، ووعدته انها مش هتقول لاي حد. فقال لها ان هو كان مبشر بس تبع كنيسه تانية، ابوه بعته ليها بعد ما ظبط وهو بيشرب مخدرات. بس هو كان شايف ان طريقتهم في التبشير مش بتساعد الناس، وانهم مش بيغيروا حياه حد ولا بيساعدوا اي حد.
وانه فعلا كان عاوز يساعد بجد، وقرر انه يساعد بطريقته. لكن قائد البعثة التبشيرية زعق له وقال له ما يتصرفش من دماغه ويعمل زيهم وهم ساكت. فقرر انه يسرق الفلوس بتاعة البعثة التبشيرية، وكانوا 2460 دولار. ورئيس البعثة وابوه بدأوا يتصلوا عليه، فرمى الموبايل بتاعه وقرر يستخدم فلوس البعثة اللي سرقها دي على الاقل في تغيير حياة شخص واحد. لكن الفلوس خلصت وهو لسه ما ساعدش حد بالشكل اللي هو عاوز يساعده بيه. وبالمناسبة كل ده كانت فاتحة الموبايل وبتسجله، وفي وسط كلامه شاف الانجيل في الاوضة وفتح ولقى فيه كلام مقصوص منه، واكتشف حاجة غريبة هنعرفها بعدين. وبعد شوية بتوصل ليز وطليقة شارلي بتكون معاها، وساعتها توماس بيخرج من المكان بسرعة، وبتكون طليقته دي مستغربة من حجم شارلي الضخم جدا لانها ما شافتوش من زمان. وبنشوف ليز وهي بتحاول تصحيه لكنه كان نايم خالص. ولما صحوه وعرفوا اللي بنته عملته، ليز عيط لها. بعد كده امها سالت له هو عرض عليك فلوس قد ايه علشان تيجي له هنا. فليز ضحكت وقالت لها ان شارلي مش معاه فلوس علشان يعرضها. فقالت لها هو انت فاكره ان بنته ايه اللي هتيجي بمزاجها كده علشان تقعد معاها؟ فليز اتصدمت من ده وعرفت ان شارلي معاه فلوس كتير جدا، وعرفت انه كذب عليها لما قال لها انه مش معاه فلوس يتعالج، وخصوصا ان معاه مبلغ كبير جدا اللي هو 160 الف دولار. كانوا فرقوا معاه جامد، والفلوس كلها كانت محطوطه في حساب ايلي علشان كده ليز ما كانتش تعرف. فتعصبت وسابته ومشيت. وبعدها والدة ايلي طلبت منها تروح، وكانت لسه هتمشي فشارلي نادى عليها وقال لها ان هو عارف انها ما كانتش عاوزه تاذيه لما اديته حبوب المنوم. فزعقت له وقالت له ان هو ميت بالنسبه لها، وانها مش عاوزه منه غير الفلوس وبس. فامها زعقت لها وطلبت منها تخرج حالا. وفضل شارلي ينادى عليها لكنها ما ردتش عليه. وبدات طليقته تفكرهم بذكرياتهم سوا وان حياتهم كانت حلوه، وبتفكروا انه دايما كان ايجابي ومش شايف غير الحلو من الناس وبس. وفي وسط الكلام قالت له اننا اتفقنا انك تديها الفلوس بعد ما تتم 18 سنه مش قبلها. قال لها مش فارقه معايا، انا اصلا مش عارف هعيش ولا لا. وهو عارف انه ممنوع انه يكون قريب منها بسبب حكم محكمه، ولو هي اتصلت بالشرطه مش هيتضايق لانه عمل كده من وراها. فقالت انها مستحيل تعمل كده وانها بعدتها عنه لانها ما بقتش كويسه. وهي كانت خايفه ان هو يلومها انها مش بتعرف تربي، بس في الاساس هو كان السبب في اللي هي شافته لانه سابهم لوحدهم ومشي، وكان بسبب واحد، يا ريت كانت واحده. بعد كده هي منعته من التواصل مع بنته لانها كانت خايفه انه بنته تاذيه. ما صدقهاش طبعا وكان واثق ان بنته كويسه. بعد كده راحت فتحت اللاب بتاعه والبروفايل بتاعها انه لما يدخل النار هيعوز نار اكتر بكتير علشان تسيح كل الدهون دي. فقال لها كويس انها صادقه في مشاعرها. فتعصبت طليقته منه علشان هو ايجابي اكتر من اللازم، وانه لازم يفوق ويعرف انها بتكرهه ومش بتحبه وممكن تاذيه وتموته في اي لحظه. فبدات تسمع صوت الصفير بتاع الرئتين اللي عنده وهو بيتنفس. فسالته عن الصوت فقال لها انه ظهر من فتره وانه في مرحله متاخره. فاعتذرت له انها زعقت له جامد، وبدا يحكي لها عن ذكرياتهم زمان، وبيعتذر لهم انه سابهم وانه ما كانش جزء مهم في حياتهم، وانه ما كانش لا الزوج ولا الاب المثالي. اتعصبت عليه وقالت له انه المفروض يروح المستشفى ويتعالج ويبقى جزء حقيقي من حياتنا. قال لها ما يقدرش لان الفلوس دي فلوس بنته وهو عاوز يطمن على مستقبلها، وانها اهم عنده من نفسه، وانه عاوز يتاكد قبل ما يموت ان قدر يعمل حاجه واحده بس كويسه في حياته، وان بنته هي احسن حاجه حصلت له في حياته. فسابته ومشيت ونام شويه وصحي على صوت الباب وهو بيخبط، وكان بتاع البيتزا كالعاده ساب البيتزا قدام الباب وخد الفلوس ومشي. فشارلي وهو رايح ياخد البيتزا كان دان بتاع التوصيل واقف هناك وممشيش، ولما شافه ضحك على شكله ومشي. وهنا شارلي اتعصب جامد وفضل ياكل بنهم شديد اكتر من الاول، وفتح اللاب وكتب للطلاب بتوعه كذا الدروس دي على كذا المقالات دي، اكتبوا حاجه صادقه حتى لو ملهاش علاقه بالدراسه. وبدا يزود كميه الاكل عن المعتاد وياكل بنهم شديد وشراهه كبيره، لدرجه انه اكل كل الاكل الموجود في البيت، لدرجه انه فضل يستفرغ لان جسمه ما كانش مستوعب الكميه دي كلها. وهنا دخل توماس وكان مبسوط جدا وبيشكره جدا جدا لان بنته صورته وهو بيشرب حشيش، وبلغت عنه في الكنيسه اللي هو سرق منها الفلوس، وبلغت اهله كمان، وبعتت لهم الريكورد اللي كانت سجلته. فتواصلوا معاه وطلبوا منه يرجع، والفلوس مش مهم. فشارلي كان مبسوط ان بنته قدرت تتواصل معاه وتساعده انه يرجع بيته حتى لو بطريقه غير مباشره. وتوماس كان عاوز يساعده باي شكل قبل ما يمشي، وبدا يقرا له الايه اللي ألان كان محددها له في الانجيل اللي لقاها في الاوضه، واللي معناها ان ألان اختار تشارلي عشان يكمل في دعوته، وان تشارلي لازم يتعالج ويبدا حياته من جديد. فبدا تشارلي يحكي له عن ألان وعلاقته بيه وازاي كانوا اصدقاء حقيقيين. وتوماس بيطلب منه انه يسكت وما يكملش كلام، لكن بيكمل كلامه وبيقول له اتمنى انه ما يكونش فيه الا اله ولا نار بعد الموت، لا اله الا الله، علشان ألان ما يشوفوش بالمنظر المقزز ده. فبيسأل توماس هل شكل مقرف؟ فقال له مقزز جدا كمان. فشارلي هنا اعتذر له وقال له ياخد الانجيل ويروح لبيته واهله، وانه بالنسبه له كده خلاص فات الاوان. وتاني يوم في المحاضره المفروض انهم هيكونوا مع مدرس تاني غيره لانه مش هيقدر يكمل معاهم.
وفعلا كتبوا حاجات صادقة جدا عن حياتهم زي ما قال لهم، وبدأ يقرا الحاجات دي معاهم، وهو كمان قرر انه يبقى صادق معاهم زي ما هم عملوا، وقام فاتح الكاميرا وموريهم شكله. منهم اللي فضل يضحك عليه، ومنهم اللي كان مستغرب جدا من حجمه، ومنهم اللي طلع موبايله علشان يصوره. وفي وسط الكلام قال لهم لا الكلية ولا الدراسة ولا مظهري حاجة مهمة، الحاجات اللي كتبتوها بصدق ورد فعلكم لما شفتوني دول أصدق حاجة وأهم حاجة. وكسر اللاب. بعد كده ليز ظهرت وشافت المنظر ده، وبدأت تطمن عليه وجابت له الأكل علشان ياكل، وإنها متضايقة منه علشان هيخليها تمر بده تاني، نفس اللي مرت بيه بعد وفاة ألان أخوها. قال لها إنه آسف لأنه كان عاوز ينقذه بس ما عرفش، وإنه كان السبب في وفاته بشكل غير مباشر. فقالت له إن مفيش حد بينقذ حد. قال لها لا، بنته أنقذت توماس قبل كده، وإنه رجع لأهله وبيته تاني بسببها، وإنها شخص كويس وهتكون شخص كويس. وهنا فجأة بنته دخلت وكانت متعصبة جدا ولسه هتزعق، بس لقت شارل بيموت، فطلبت من ليز تطلب له الإسعاف، لكن شارل مرضيش. وبعد كده قالت لها تخرج بره عشان عاوزة تتكلم معاه لوحدهم. وفجأة بنته بتقول له إنها سقطت، وإنه كتب لها مقالة فاشلة علشان يسقطها. قال لها تفتح المقالة وتقراها، ففتحت المقالة وبدأت تقراها. طلعت نفس هي المقالة اللي كانت كاتباها وهي صغيرة، وقعد يعيط إنه ما كانش جزء مهم في حياتها، وعشان سابها وهي طفلة، وإنها فعلا أحسن حاجة حصلت له في حياته. والمقالة دي دليل إنها شاطرة ومجتهدة، لكنه السبب في دمارها. وبدأ يحس بوجع جامد في صدره. بعد كده فتحت الباب وراحت تشوف الإسعاف وصلت ولا لأ، فقال لها تقرا له المقالة من تاني، وإنها هتساعده فعلا لو قرتها له. فزعقت له وكانت هتمشي وتسيبه، بس رجعت من تاني وبدأت تقراها له. ولما بدأت تقراها اتحمس وحاول انه يقوم، ومع استمرارها في القراية بدأ يتحمس وقام فعلا، ووقف على رجله بدون اي مساعدة، وبدأ يمشي ناحيتها لحد ما وصل لها. وفي اللحظة دي بيموت وبينتهي الفيلم. قصة مؤثرة وحزينة جدا يا صديقي. اوعى في يوم تفضل سايب نفسك للسمنة. السمنة هي مرض العصر، بين وزن زائد وقلب مثقل يغلب الحزن ويصمت النفس. فالسمنة تحمل أوزارا لا ترحم، وأوجاعا تحطم الروح. لا تجعل السمنة قصة حزينة لا تنتهي، وتذكر ان مرحلة خسارة 100 كيلو بتبدأ مع اول كيلو. طريق ال1000 ميل بيبدأ بخطوة. تأثير السمنة على حياة الانسان يا صديقي يشمل عدة جوانب، من الصحة الجسدية والنفسية للعلاقات الاجتماعية والجودة العامة للحياة، وانخفاض الثقة بالنفس والاكتئاب نتيجة للضغوطات الاجتماعية والنظرات السلبية. وهنا تكمن أهمية اتخاذ خطوات للحد منها وإدارتها، سواء من خلال تغيير نمط الحياة والتغذية السليمة أو اللجوء للعلاجات الطبية المناسبة. أنا حاسس نفسي في آخر الفيديو بقيت الدحيح. لو لسه بتشوف الفيديو شكرا جزيلا ليك يا صديق، وأتمنى تشترك في القناة وتعمل لايك وتكتب كومنت حلو. يلا سلام.